ما تيجي اقول لك فكره بنناقش فيها ازاي. وخمس ازاي معانا هي ازاي تحصل على اعلى قدر من الثواب في نهايه رمضان. يلا بينا يلا بينا. لما كنا في اخر يوم من ايام رمضان وما كناش عارفين اذا كان رمضان هيرجع لنا تاني ولا لا، فما تخرجش من رمضان الا مقبول، وده مش هيتحقق الا بحاجتين. الاولى انك تطلع زكاه الفطر، والازهر حدد لها 30 جنيه. سمعك بتقول لي ازاي 30 جنيه وزكاه المقادير حدها الادنى 50 جنيه والاقصى 140 جنيه؟ هقول لك ان انا وانت عارفين ان زكاه الفطر واجبه على كل المسلمين، وبالتالي فال 30 جنيه دي هي اللي هيدفعها افقر فقير لافقر فقير. ولو شايف ان ال 30 جنيه دي قليله، طلع ان شاء الله طلع 30 مليون. المتنبي بيقول على قدر ان العزم تاتي العزائم، وتاتي على قدر الكرام مكارمه. خلي بالك انها ما بتطلعش على الفلوس، بتطلع على العدد، عدد الاشخاص اللي حضرتك بتعولهم. وممكن تطلعها من اول يوم رمضان ولحد قبل صلاة العيد. وبالتالي فلو زوجتك ولدت قبل صلاة العيد مباشرة، طلع المولود اللي داخل تحت من تعول. الاصل انها تخرج طعام، وطعام اهل مصر الرز. لكن ما فيش مانع لو خرجتها دواء او فلوس حسب حاجة الفقير. الهدف اغناؤه عن السؤال في اليوم ده. التانية صيام الستة من شوال. لو صمت رمضان كامل 30 يوم وصمت بعضهم 6 من شوال، يبقى صمت 36 يوم. اضرب اليوم في 10، يبقى صمت 360 يوم، او اتحسب لك اجر 360 يوم صيام. مصطفى بكسل. صوم من تاني يوم العيد مباشرة. عندي شغل. صوم في الاجازة. ما عنديش اجازة. صوم وليك اجرين، اجر الصيام واجر المشقة. عليا ايام. صوم من اول الاسبوع التاني يومين، الاثنين والخميس بنيتين. اخيرا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ما تنساش في ليلة الخميس صلى على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أتمنى نكون استمتعنا وتعلمنا سوا. كنتم مع مصطفى حسين.